يقول سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله تعالى في التكفير في ترك الحكم بغير ما أنزل الله، وهل قوله وقوله الألباني ومحمد بن عثيمين عليهم رحمة الله قول المرجئة العصر؟ لا ليس قول المرجئة. الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه لا يناسب العصر فهذا من أعظم الناس كفر، هذا كفر عظيم. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بالقوانين، الحكم بالشريعة لا يناسب العصر وإنما يناسب الحكم بالقوانين، هذا كفر بلا إشكال. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخير بين الحكم بالقوانين والحكم بما أنزل الله وأنهم على حد سواء، هذا يكفر بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بالقوانين، لكن يجوز له الحكم بالقوانين، هذا يكفر أيضا بالاتفاق، لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله محرم معلوم من الدين بالضرورة، كمن جوز الزنا وقال لا أزني، أو جوز الربا وقال لا أرابي، كذلك من جوز الحكم بالقوانين وقال إنه أحسن، الشريعة أحسن، يكفر بالاتفاق. هذه ثلاث صور، ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يحكم بالأعراف والسلوب كالبوادي الذي يحكم بالأعراف والسلوب، هذا كفر أكبر. الحالة الخامسة أن يبدل الشريعة بأن يحكم رأسا على عقب، بأن يغير الشريعة كلها في أمور الدولة كلها من أولها إلى آخرها رأسا على عقب، فهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يكفر لأنه بدل الدين. ذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، بين هذا، واختار هذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي في رسالة تحكيم القوانين. وقال آخرون إنه لا بد أن يبين للحاكم، لأن قد يكون جاهلا، قد يكون عنده شبهة. اختار هذا سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ما يظن الشيخ محمد العثيمين يظن أخيرا رأى هذا. هذه هي المسألة الخامسة، يعني من قال إنه يكفر قال لأنه بدل الدين رأسا على عقب، هذا إذا كان في جميع شؤون الدولة، أما إذا كان في البعض من البعض فلا. ومنهم من قال إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة، وليس هناك إرجاء، مسألة الإرجاء ما تدخل في هذا. نعم. ما النصيحة إلى أولئك السفهاء وأنصاف المتعلمين الذين يرمون هؤلاء الأئمة بأنهم مرجئة؟ النصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم قبل أن يتكلموا، عليهم أن يتعلموا العلم قبل أن يتكلموا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما فرط منهم من الكلام، وأن يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم. فالقول بغير علم، القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، جعله الله تعالى فوق الشرك بالله. قال سبحانه: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني يشمل الشرك ويشمل غيره، فجعلها من إرادة الشيطان في الآية الأخرى. إنما يريد الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل من أمر الشيطان. نعم. يقول